بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في القناة نتاعي كويزين دي زاد بلوس. ان شاء الله يا ربي تلقاكم لا فيديو تاعي وانتم في احسن احوالكم يا رب. كما راكم تشوفوا جبت لكم اليوم وصفة فيها ريحة رمضان، فيها على بالي كامل راكم تحسوا بالاجواء تاع رمضان وتحسوا يعني بريحة رمضان. الوصفة هذه رمضانية بامتياز. كما راكم تشوفوا كيش تاع السلق بواحد لاباط هي البنات بزاف بزاف هايلة، غير جربوها ماكمش راح تندموا. نبداو مباشرة في الوصفة. هنا درت 500 غرام تاع فرينة، تقدروا تنقصوا في الكميه، ودرت 200 غرام تاع زبده التوريق. هذه زبده التوريق تكون شويه بارده، ما تكونش بارده بزاف، يعني تقدري تقطعيها كما راكم تشوفوا فيها. قطعت هذه بتي مورسو. وهنايا نسمت العجينه كما تعرفوني دائما انا العجينه تاع لي كيش نسمها. درت شويه عكري، شويه فل كحل، شويه اعشاب عطريه، شويه ملح، وشويه برك تاع سكر. تقدروا تستغناو عليه باش يعطينا غير تحميره لاباط. ونبداو نفتو هكا، ندخلوا هذيك الزبده في لاباط، عفوا في الفرينه. هنا جبت مغرف تاع موطارد كما قلت لكم باش ما تجيكمش لاباط تاعكم صامطه. انا دائما هاد لاباط لي بات تاع لي كيش ما نديرهمش هكاك برك، يعني لازم ندخل فيهم هاد المنسمات. انا جبت حبه تاع بيض ندخلها في لاباط، وزدت هنايا تبداي تلمي فيها بالماء. هنايا انا دات لي واحد الكاس تاع ماء هكاك. نتوما لا يعني ما درتوش 500 غرام تاع فرينه، درتو غير 250 ولا راح تدي لكم اقل كميه تاع الماء على حسب الكميه. انا درت هذه الكميه تاع 500 غرام فرينه، جابت لي 2 كيش كبار. هاكا نديرو على ضربه، وما تخبيها في الكونجيلاتور وتعاودي تجبديها ما تخافيش، هاد لاباط مليحه. شوفوا كيفاش تجي تلمي برك، ما تعجنيهاش باش تجيك مره واحده اخرى مورقه. هنا نروحوا نخدموا الحشو تاعنا. انا اليوم استعملت السلق، وكما تعرفوا الكيش تاع السلق يجي بزاف بنين. اللي ما ياكلوش السلق كي ديروه في الكيش يجيكم بنين وياكلوه، سورتو اللي ما يحبوهش. هنا درت في مقله درت زيت زيتون، تقدري ديري زيت عادي. حكمت هذاك السلق تاعي بعد ما غسلته ونقيته وقطعته هكايا صغير، نحيت له هذوك الاغصان، ولا تقطعي هذوك الاغصان رقاق يعني باش يطيبوا لك يعني في المقله. باسكو ماناش رايحين نغلوه ولا نفوروه، نخلوه هكايا حتى يهبط. هو يعني بالخف يهبط. ديروه على نار قاويه في الاول، تخليه هكايا يهبط. ومن بعد كان نجو نديروا له الثوم. هنا درت واحد 3 سنات تاع ثوم. السلق يحب الثوم، هكا سكرفشتهم. ومن بعد جينا نسموه، لازم السلق ثاني لازم نسموه باش يجي بنين. درت شويه ملح، ما تكثروش الملح باسكو السلق يجي مالح. درت شويه فلفل كحل، ودرت هنايا راس الحانوت. راس الحانوت هذا اي راس الحانوت عندك باش يعطي لك بنه مليحه لهذا السلق تاعك. من بعد شوفوا كانت عندي كميه تاع فيونداشي، تقدروا ديروا بولي اشي كما تقدروا ما ديروش كامل. انا كانت عندي شويه تاع فيونداش في الكونجيلاتور، وباش ما نديرش مقله واحده اخرى وكلش درتو هنايا يطيب مع السلق. واني فتت فيه هنايا بس كان كونجلي. نخلوه حتى يتقلى وحتى يشرب الماء تاعو كامل، ما يبقاش فيه الماء. نحوه هكايا ونجو نخدمو. هنايا راح نخدم لاباط تاعي، قسمتها على زوج، وبواسطه الحلال وديري لو فيلم، عفوا هذا البابي كويسون باش يساعدك في الخدمه. تحليها وتحليها رقيقه باش طيب لك وتجيك فيها هذاك التوريق. شوفوا نحلوها كامل رقيقه. وهكذا البابي كويسون يساعدك باش ترفديها وتحطيها. شوفوا هنايا هذوك نوري لكم في الاعشاب المنسمه لي زيرب دو بروفونس كيفاش يجوا في لاباط باش تجي لاباط تاعكم بنينه. كما قلت لكم ترقيها. انا جبت المول تاعي هذا تاع الزجاج تاع بيركس، وديري فيه تقلبي هكايا. شوفوا ترفدي العجينه فاسيلمون، ما تعذبك ما والو. تدخلي هذيك العجينه مليح في هذاك المول تاعك باش يدي الشكل تاعو، وتنحي البابي كويسون وتزيدي تسقميها هكا الاطراف هذوك باش ما تهبطلكش من بعد العجينه. بواسطه حلال ولا موس تنحي كامل هذاك الزايد تاع العجينه. قلت لكم جربوا هاد العجينه، هاد لاباط اي يعني جديده هاد لاباط طريقه تاعها. وسيتها انا في الحقيقه كانت خطره ما كانتش عندي الزبده، وكانت عندي غير زبده التوريق. سيت بها عجبتني، جات النتيجه هايله. ايبا وليت نوتيليزيها مره على مره كي تكون ما عنديش الزبده. وهنايا نجو نخدموا لاباراي اكيش تاعنا. هنا درت 3 حبات تاع بيض،
وهنا درت لا كريم فريش قيس كاس ولا. وهنا شوفوا لاستيوس اللي زدتها انايا، زيتون سكرفشتو، حبيبات هكا تاع زيتون، 4 ولا 5 تاع زيتون تسكرف جيهم ولا ترحيهم في الاشوار. انا باش ما نستعملش الاشوار بس كميه قليله، استعملت السكرفاج. ومن بعد زدت باطا تاع فروماج بلون، درت شويه فلفل كحل وشويه نخلطوا كامل هذا يعني الخليط، وزدت له شويه ملح، ودرت فروماج غابي. وهنايا نجيبو السلق تاعنا هذاك ونزيدو نخلطوه مع هذيك لاباغي ندخلوه فيها كما راكم تشوفوا هكا. نخلطوا كامل هاد المكونات مع بعضها. اذا شفتوا لا كريم فريش قليله ولا تقدروا تزيدوا شويه حليب ولا تزيدوا شويه لا كريم فريش. عاود فرغته هكا في المول تاعي بلا ما نطيبوا هذاك لاباط، وطيب لكم تجيكم كروستيون، تجيكم هايله. كما قلت لكم الحاجه ام الاختراع، ما كانش عندي الزبده ديكوفريت اون بات بزاف شابه. وهنايا حكمت فروماج غابي درتو من الفوق. هنا بعد ما درنا لها الفرماج غابي من الفوق ندخلوها للفور، نخلوها حتى وين تحمر من التحت، وتزيد نشعلوا عليها من الفوق باش تتحمر وتدي هذه التحميره الشابه. وشوفوا لي النتيجه الرائعه لي تاع لاباط هذيك كيفاش تجي مورقه وتجي اون خدمناها بلا بات فيتي. شوفوا كيفاش تجي وتجي بزاف مقرمشه، يعني من الصوره راهي تبان باللي مقرمشه وراحت يعني ماشي ما تجيش هذيك لاباط طريه ولا. شوفوا التحميره اللي جات فيها بهذيك شويه تاع السكر اللي درناها تعطي لها التحميره شابه. شوفوا راني نوري لكم في الفيطاج يجي ظاهر، يعني يجي باين ماشي زعما ما يجيش باين ولا في لاباط. قلت لكم برك رقوا العجينه باش تدي لكم هذه النتيجه الجميله هذه. وشوفوا التحميره من الفوق تحمر هذاك الكيش تاعنا. هنا نجو نقسمو مورسو باش نشوفوا النتيجه كيفاش جات من الداخل وكيفاش جا الحشو اللي درناه لهاد لاكيش. وقلت لكم بالسلق يجي بزاف بنين، غير جربوه اكيد رايح يعني راح تعجبكم هاد لاكيش. واقتصاديه ما فيهاش بزاف مكونات كما راكم تشوفوا. بالسلق درنا هاد الكيش الرائع هذا والبنين. شوفوا تجي طايبه من الداخل، تجي طايبه ما يجي لاباط معجنه ما والو. ومن التحت شوفوا كيفاش جات طابت وتحمرت. ولاباط شوفوا كيفاش تتفتت، راني نوريكم لهنا باش تشوفوا النتيجه. شوفوا كيفاش تجي بزاف هايله، غير جربوها يعني على ضمانتي راح اكيد راح تعجبكم. كما قلت لكم الحاجه ام الاختراع. استعملت زبده التوريق وكانت هذه النتيجه الرائعه اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا من التحت كيفاش تجي ثاني لاباط، تجي شوفوا طايبه وتجي مقرمشه. شوفوا ما تجي لا معجنه لا والو. شوفوا تجي طايبه حتى للداخل كامل كيف. شوفوا كيفاش هي التوريق تاعها راهو باين وظاهر. انا رافقتها مع لا سوب هذه تاع الكابويا. الى فرصه اخرى نقول لكم تهلاو في رواحكم وما تنساوش جيم وبارطاج لا فيديو. الى اللقاء.